لو عايزة تفطري في مكان حلو في رمضان يبقى عليكي وعلى سلطانة. لو عايزة تعزمي والعزومة تشرف يبقى عليكي وعلى سلطانة. لو عايزة تاكلي أكلة حلو زي بتاع مصر ومطاعم مصر وحلاوتها يبقى عليكي وعلى سلطانة. تعالوا بينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شفنا إعلان عن المحل الحلو الجميل ده اللي طعمه حلو قوي قوي، بيفكرك بمصر وأجواء مصر، ناس زي السكر والعسل. فكنا خارجين قلنا يلا بينا نروح على هناك على طول ونجرب حلاوة وجمال وطعامة الأكل. بجد الأكل بتاعهم في حتة تانية خالص. بص الفراخ المشوية وجمالها حاجة كده وهم. بصوا حاجة يعني مش عايزة أقول لكم، نفس وطعم وحلاوة. السندوتشات بتاعتهم والصوص الحاجات اللي بيحطوها بجد يا بنات حلوة قوي قوي. دي طبعا كفتة هم عاملينها ويحطوا بقى صوصات وحاجات، والحواوشي بصوا كانت بتفرق على اللي موجودين حواوشي. دول ناس مصريين على فكرة، ناس مصريين بس قلبهم أبيض، مقابلتهم حلوة. أول مرة أشوف حد هنا يقطع ويدوق والكلام ده، بجد بجد تسلم إيديها. ست ب100 راجل، بجد ست زي الفل وزي القمر ومقابلتها حلوه. كل الناس اللي موجوده دي اللي جاي من نيويورك واللي جاي من جيرسي بقينا واقفين، هم بيقولوا لها احنا جايين لك من ولايات تانية، جايين لك ماشيين في الطريق بال3 وال4 ساعات علشان نشوف الاكل بتاعك وجميله. بجد بجد اللهم بارك، اكلها حلو قوي قوي. اسعارها كانت جميله برضو، كانت معقوله، الاسعار حلوه. عجبني قوي قوي عندها الفراخ المشويه بجد كانت وهم. الحواوشي بتاعها انا بقول لكم على الحاجات اللي عجبتني، الحواوشي بتاعها برضو عجبني بجد، كان تحفه تحفه. بصوا كانت بتقول اهلا بيكم في سلطانه. مش عايزه اقول لكم الزحمه كانت في المكان عامله ازاي، وهتشوفوها دلوقتي. تشوفوا الناس كان عليها اقبال بطريقه غريبه. وطبعا اللي ربنا بيحبه وبيحب فيه خلقه. بصوا كان فيه هناك مكان كده للأطفال الصغيرين، لو انت تحطي ابنك بقى ويلعب براحته. المحل جوه مول. انا هسيب لكم العنوان ان شاء الله في اول تعليق مثبت. انا هسيب لكم الاعلان اقصد العنوان هسيبه لكم للي حابب يروح هناك. بصوا في مراجيح زي بتاعت مصر كده بالظبط، عجبتني قوي قوي. ولادي بصوا كانوا راكبين وفرحانين بها قوي. المكان بجد جميل. عايزه بقى تعملي شوبينج، عايزه تشتري لبس العيد لولادك، في هناك محلات كتير وفي مطاعم كتير. المكان فعلا هيعجبك، روحي هناك وهتدعي لي دعوه حلوه من القلب. عجبني. بصوا بلاي بارك، منطقة ألعاب كده للأطفال. يعني هتبقي قاعدة مستنية أكلك، قاعدة بتاكلي وولادك بيلعبوا، والدنيا أمان خالص خالص خالص، ونظافة. بين كل باين ساعتين أو 3 بيخرجوا كل الأطفال ويرجعوا تاني ينظفوا المكان. يعني المكان نظيف وآمن، ما تقلقوش من أي حاجة. روحوا اتبسطوا وافرحوا وتهنوا. خروجة العيد أو عزومة رمضان، أي حاجة بقى تعجبكم اعملوها. بصوا عجبتني، قلت يا ريتني كنت والله ركبتها، بس ان شاء الله المره الجايه لما اروح الواحد بقى ايه يفتكر كده، يعني اكنه صغير. بس بقى حلوة يا مؤمن، جميلة. بص بقى عجبتهم منها قوي قوي، بتقلب وفعلا ومنها المكان ايه. كان حلو. يلا يلا يلا، شاطر. لا يا مؤمن كده غلط. يلا انزل يلا انزل. نو نو نو. يلا شاطر يلا. هي وهنا كان الأكل طبعا نزل الكفتة والرز، بينزل كده مع الكفتة رز، وبينزل معاها سلطة، بينزل معاها طحينة. حلوة قوي برضو. الفراخ برضو عجبتني المشوية. جالنا الأكل قلنا بقى نقعد كده ناكل كده ونظبط على حالنا. وبرضو دي الموزة الدوني. بصوا بقى احنا كنا كلنا، وتعالوا بقى اتفرجوا وشوفوا الزحمة هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. الحمد لله ان احنا طلبنا بدري شوية فاخدنا الأكل بتاعنا بدري. روحوا بقى جربوا مطعم سلطانة هيعجبكم، حلو ولا وحش؟ مطعم جميل جدا جدا صح؟ جدا. أول مصريين مرة بس ما شاء الله عليهم تحفة جدا جدا جدا. حلوين هيعجبكم. بصوا انا جيت له والله عن طريق فيديو برضه من جماعة مصريين في نيويورك، هم اللي عاملين له اعلان هنا. وده العنوان احفظوا بقى عندكم او اعملوه سكرين. وروحوا هتدعوا لي هناك وهتبسطوا وهتخرجوا، ولادكم هيلعبوا لو معاكم اطفال.
روحي بقى اعملي اللي انت عايزاه هناك في المول. المول حلو جدا جدا جدا، وفي بتاع قطر تحت كده جوزي بيقول لي عليه طفطف، ركبوا فيه العيال وخدوا لكم لفتين جوه المول. اشوفكم على خير، دعوة حلوة من القلب.